كانت صعبه شويه ان الزمالك ياخد دوري سنه واثنين وياخد في نفس السنه كمان الكاس ويكون على حساب النادي الاهلي. الموضوع كان صعب، الموضوع كان صعب على ناس كتير. عشان كده السنه دي انا من الواضح ان الزمالك بيتحارب قوي، بيتحارب قوي، وهو بيحاول لوحده انه يقف على رجليه، انه يحل مشاكله سواء ماليه او انه يوفق الفريق ويظبط الفريق ويعمل صفقات مهمه. انا شايف حتى الانديه اللي الزمالك بيساعدها اللي بيبقى في ظهرها مش جدعان مع الزمالك خالص. الزمالك جدع مع كل الانديه، الزمالك علاقته رائعه مع كل الانديه. احنا على فكره الزمالك مش ممنوع امنيا انه يخش اي محافظه في مصر، انه يلعب على اي ملعب في مصر امنيا، الا بقى في القاهره ملعب ما اعرفش البتروسبورت الامور ما اعرفش ايه، الاتحاد الشرطه عشان ضيق ما اعرفش ايه، كلام من هذا القبيل. يا جدع مرحب بيك، انت لسه مكروت على قفاك في اسوان ومعمول عليك حفله من ده بكره بقرشين. ايه الثقه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ حاجه من السعوديه وحاجه من ليبيا. دول اللي موجودين رسمي في مع يعني ممكن يتحرك فتره الانتقالات دي؟ ممكن وارد. وده يبقى مكسب كبير لسيراميكا. وكابتن احمد سامي هم اللي هيبقوا اصحاب القرار يعني. هو على فكره بالنسبه لسيراميكا كليوباترا ممكن يكون الحل الامثل، عشان ما يبقاش لا راح للاهلي ولا الزمالك ولا خسر حد ولا ضغوط من حد. هي مالهاش علاقه بقى كابتن ميدو بالموضوع ده. هو على فكره هو محط انظار الاهلي والزمالك. الزمالك كابتن ميدو الرسمي السعوديه وليبيا، ده عن طريقنا. ووارد برضه عشان يسيب الباب مفتوح ان في اهلي وزمالك، ان في اهلي وزمالك هو اختيار اول زي ما حضرتك قلت، عشان برضه ما يبقاش كلام دبلوماسي. احنا طالعين معاك ما نتكلمش كلام دبلوماسي. اختيار اول للاهلي والزمالك طبعا. هي ده راجع القرار بقى لمجلس اداره سيراميكا. هو نجح زي ما حضرتك قلت في الحلقه دي كلها. طلعنا بايه؟ ان في عين اختارت وفي ناس اتجرأت ودفعت 20 تمام، فممكن تكسب، واكيد هتكسب تمام. ان هو جابت لعيب زي ده ودفعت المبلغ ده. والله ما مدمرنا غير قعدة الوكلاء دول اللي يخلوا لعيبه ابو شيلين بمليار جنيه. ايبوكا ده بالونه زيه زي بواليا بالظبط.